ولي فيك ما لم يقل قائل وما لم يسر قمر حيث صار، فلو خلق الناس من دهرهم لكانوا الظلام وكنت النهار. كريم أرماندو بنزيما حكومة مدريد المنافر عنها وحامل لوائها حلال العقد حين تنعدم الحلول. هاتريك أمام البي اس جي، واليوم هاتريك أمام البلوز تشيلسي، ما يعني أن ظاهرة أخرى تبزغ على أرض البرنابيو لتعيد إليه بريقا خفت منذ رحيل الدون كريستيانو رونالدو. بنزيما والذي كان يعيش في ظل صاروخ ماديرا أصبح بعد رحيل البرتغالي أحسن مهاجم في العالم من دون منازع على صعيد النادي والمنتخب الفرنسي، والذي عاد إليه بعد سنوات الخصام. توخيل والذي تجرع مرارة الخسارة لأول مرة أمام الريال دخل منتشيا بانتصاراته السابقة على الملكي وبتشكيلة توجت بالشامبيونز ليج العام الماضي، ولكن الريال بخبرة السنين في أقوى المسابقات وأشهرها استطاع إخضاع الأزرق التشيلساوي في أرضه وبين جماهيره بثلاثية للذكرى وقعها الكريم كريم بظاهر أبيض ملكي توجه فارسا لسهرة الليلة وأسطورة حية تطرب العاشقين وتدك شباك المنافسين. انتصار الليلة حجر واحد أسقط عدة عصافير، ثلاثية تسهل مباراة العودة رغم أن لا شيء حسم حتى الآن، ولكن النتيجة والأداء طمأنت العشاق والمحبين وأنستهم مرارة الرباعية أمام البارسا وسوء الأداء أمام سيلتا فيغو، ما سيعطي لرفاق الأخطبوط وحامل عرين تيبو كورتوا دفعة معنوية لإكمال باقي لقاءات الليغا بنفس الحماس ومناقشة الإياب بنفس الأداء، ليضرب الملكي موعدا آخر مع كبار القارة في الشامبيونز ليج. يغيب من يغيب ويحضر من يحضر، ولكن اسم الريال على مر السنين يبقى ماركة مسجلة، ذهب لا يصدع، لا يؤثر فيها من رحل ومن يغيب. القميص هو القميص، والإرث أمجاد وألقاب يحكيها الأب للابن والجد للحفيد. الخسارة أمام برينتفورد أمام الأهلي والأنصار وبرباعية قاسية جعلت الشك يدب في النفوس. 3 نقاط مهمة تضيع للترقي في سلم البريمير ليج، شيء خلط أوراق الألماني قبل موقعة الانتقام والتي ثأر فيها كريم للهزائم الماضية أمام الألماني، ووقع على أول انتصار في لقاء مباشر أمام تشيلسي، وليكمل قصة الغرام التي لا تنتهي مع أخطاء الحراس. فبعد الخطأ الشهير في النهائي أمام ليفربول وخلطة حارس البايرن ناهيك عن هفوة دوناروما في ثاني الأدوار، ها هو يكسر غرور مندي المغضوب عليه من طرف 100 مليون مصري حين سقط في المحظور وأهدى ضمنيا الريال بطاقة العبور. إذن هي الموقعة التي أوفت بكل العهود. حضرت الريال حين حضر كريم، وفازت حين بزغ نجمه وأبهر العشاق وكل المنافسين بمستوياته الخرافية لقاء بعد لقاء، والهدف الوصول إلى منصات التتويج. المغامرة مستمرة في الشامبيونز ليج، والمهمة العسيرة في مراحلها الأخيرة في الليغا. منعطفات خطيرة وعراقيل شتى، طريق لن يكون أبدا مفروشا بالورود، ولكن بالعزيمة والإصرار كل شيء يهون. فكيف سيكون الإياب بعد الذهاب؟ وكيف ستكون النهاية يا أنشيلوتي؟ طيب الله أوقاتكم. أبو غيث الساقي، كورة وبس. هنا الفرق بين من يعشق الكيان وبين من يلهث وراء الأموال. هنا الفرق بين التاريخ نفسه وبين من لا تاريخ له. دروس عدة وعنوان وحيد: إذا حضرت الريال بطل ما دونها، وإذا الريال يوما أرادت العبور فلا بد أن تستجيب الشباك، ولا بد لنيمار أن ينحني، ولا بد لدوناروما أن ينكسر. ريمونتادا للذكرى، غاب رونالدو ولكن بنزيما بالهاتريك حضر.
حضرت باريس تجر خيلاءها إلى مدريد حضر النجوم، وفي العقل والأذهان أن ريال الذهب ستنحني أيضا في الإياب. كتب الإعلام وعززت الصحف: باريس ستكون في رحلة على ملعب البرنابيو. أما التأهل فحسمه إمبابي في آخر دقائق البارك دي برانس. ونسي هؤلاء أن المستقبل ريال مدريد، وتناسى أولئك أن في هذا الملعب سقط كبار أوروبا، فما بالك بصغارها. الريال يا سادة بنجومها ومن دونهم لا يهم من يرتدي القميص، المهم أن من يرتديه يعرف أنه يحمل تاريخا على كتفيه. لن يكون المال أبدا مبتغاه، بل المجد هدفه والألقاب مسعاه. هاتريك الحكومة من تسعد شعب مدريد عطر مودريتش، والذي يفوح كلما زاد الضغط في البرنابيو. أما فينيسيوس فعندما يكون في يومه يزول نصف همي، وعندما يمرر ويبدع يزول نصف همي الآخر. وفي شوط المباراة الثاني كان للريال شكل ثاني رغم الداء وغيابات المراكز الحساسة. ميندي وكاسيميرو بعلله ونقائص دفاعه نفض غبار الخيبة عليه، وبنفس ردة الفعل على سوسيداد قلب الطاولة على الأمراء. وكأني ببنزيما يقول: إن كنتم أمراء فأنتم اليوم في حضرة الملوك. الريال حتى وإن خسرت اليوم من كان سيحاسبها، فلا تعاقدات تذكر ولا استعدادات للموسم الجديد، كما فعلت باريس عندما أثثت الفريق بنجوم بل بجواهر، والهدف كان الغالية الأوروبية. أما ألقاب فرنسا فكأن نجومها تعالوا عليها عندما صاروا يخسرون أمام فرق لم يعرفهم الكثيرون، حتى لعبوا أمام البي اس جي. ميسي الباحث عن المجد ها هو فشل في عامه الأول خارج الديار، وهو يشاهد رفاق الأمس يعيدون بناء الماضي بمن حضر، ويعززون الصفوف بمن أراد المساهمة في إعادة البلاوغرانا إلى سكة الانتصارات والألقاب. أما نيمار فهدفه واضح: المال، والباقي إشاعات. إحصائيات القناة تقول أن 50% فقط من المتابعين هم مشتركون بالقناة، وهذا أمر محبط نوعا ما. اشتراكك بالقناة لن يستغل أكثر من ثانية واحدة، لكنه سيزيد من إصرارنا وعزيمتنا لتقديم الأفضل والأروع في المرات القادمة بحول الله.